يعني يا حاج هارون متر الصبة ب 3000 ونص دي حاجة نضيفة ايه؟ يا راجل حاجة نضيفة ومالكش دعوة بأي حاجة. والكل شغال بكده يعني؟ الكل شغال بكده؟ ده الكل شغال بأكتر من كده، بس أنا بقى إيه؟ يعني عندي واحد حبيبي كده يخدمني في الموضوع ده، وأنت راجل حبيبي. بس أنا ماليش دعوة بأي حاجة. يا راجل مالكش دعوة بأي حاجة، الحديد هيجي لحدنا أهو، والزلط والرمل والاسمنت وكل حاجه تحطنا اهو قدام البيت. وماله يا حاج هارون؟ ده انت ربنا سجك ليا كده ما كنتش عارف نعمل ايه. لو هنجيب لك صنايعيه مالهمش حل. ومال حتى الميه لما الدنيا تشتي كده تزحلق جري بدل ما تطلع يومين تزق بالمساح. والله يا حاج هارون انا مبسوط ومبسوط انك جاتني بدل ما كنت رحت لحد يغفلني. لا وبعدين الحاجات دي تصلحها يعني عايزه امان، ولازم يكون واحد ثقة هو اللي يعمل لك الحاجات دي. فعلا. طب بص بقى، اهم حاجة تعمل لي الموضوع دي في اسرع وقت. يعني استبينا خلاص؟ استبينا يا راجل. طب على البركة، تعالى بقى نبص على المكان كده اللي هنشونه فيه، وتبقى تبعت لي حسبة بالليل كده عشان من بكرة الخشب هيجي اهو. يا راجل هات الخشب والمكان واسع. والله يعني الدنيا تمام. يا راجل واسع واشتغل انت براحتك خلاص هنعتمد على الله يعني، ونروح نتفق مع الراجل عشان ما حدش ياخده ولا كده. نجيز واحنا بقى. وماله يا حاج هارون؟ زبله بقى يروح البيت الجديد والدنيا تبقى تمام. يا حاج هارون اتوصى بيه. يا دي يا زبله انا نعمل لك شغل في البيت دي. هحط لك فيه زلطه زياده؟ لا كتر الاسمنت عشان البيت ما يشرخش. الواد دي نبيه زي ابوه. يلا بقى روح انت هتجباك كده على الصاله جنب الصباط. يلا سلام عليكم. سلام يا اخوي. مبسوط؟ ايوه مبسوط. اديك هتتجوز يا ولا اول صب في بيتك اهو على قد اكبر واحد في السوق. العمليه هتلعب معانا. ايوه يلا قول لهم اكتب لكم كوبايه شاي. والله احنا نقلنا خشب عند فكيه. ماشي، والصناعيه غاليه دلوقتي. وماله ودي له اثنين شبطوا عنده واثنين عند فلان. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. سلام. اقعد يا حاج هارون اقعد يا مرحبا. معلم فزاع. اقعد يا حاج هارون. قاعدين في شمسيه حلوه خالص. ايوه لا الله يخليك. والله ده انا جاي لكم في شغل. تمام. وشغل مش اي شغل. راجل فلوسه بوسطته على كبوته. تمام. واللي انتوا عايزينه كله. ماشي، ما الراجل ده شريكي في كل حاجه يعني. لا ماليش كلمه قدامك. قال لي قلت له هو المعلم محمود والمعلم فزاع. خليك صبوه. تمام. الراجل ده عايزني بيت وبيت نضيف عايز اصبه. تمام ماشي. فانت دلوقتي هتشتغلوا له هتجيبوا كل حاجه. لان هو راجل يعني ايه راجل مجرش شويه. فمش فاضل الكلام الفاضي يعني نجيبوا اكلنا معاني. لا انا قصدي يعني ايه المون الحديد وبحديد وبكل الصنايعيه بالدنيا بحالها ولا كاش. امال يا راجل كاش بنقول لك راجل ما بيشغلش باله يروح يجيب نقله زلط حتى. طب ماشي ما فيش مشكله. 100 يا معلم محمود. في مهندسين في الشغل ولا شغل عادي كده ولا هو الراجل عايز شغلانه حلوه. انا قلت له معلش سيب الموضوع عليا. تمام. عشان برضه يطلع لكم يا احنا خدامين معلم محمود. مهندسين ايه واحنا من امتى بنخلي مهندسين تعدل عليهم؟ احنا برضه نشوف يمكن رايح عايز مهندس ولا حاجه. لا مش عايز، بس المهم يعني دلوقتي انا برضه الاتفاق سيد الانمي. سيد الانمي يا سيد الانمي. وما البيتر هتعملوا بكام؟ كف لف بمول دنيته لف كده بكله ببعضه يعني يعمل له في حدود ب 3000 جنيه. كم؟ كف لف كده 3000 جنيه. لا خلاص اللي ب 3000 يا حاج هارون. ده الراجل بيقول سائل ولقى ب 2000 يا حاج هارون. ازاي بس يا عم الحاج؟ يا معلم محمود. مفيش الكلام ده. معلم محمود. ليه حاج هارون ايه ده بقى يا حاج هارون؟ الحاج هارون مش غريب عننا. خد في علمك في قرابه دايره بينه وبينه. يعني انت تهول له في السعر شويه يا راجل. يا عم يبقى 2800 جنيه ماشي. هم 2000 جنيه. ده انت الصبه بحالها ما هيش واخده لها 3 4 صنايعي. يا حاج هارون ده الصنايعي بياخد 400 جنيه. الصنايعي صناعي 400 جنيه. يا ساتر احنا معانا المعلم علومه والمعلم علي اهوت والمعلم محمد مسعد ناس مشهور. بص هنقول لك حاجه بتاخد فلوس. بص يا معلم محمود. انا هنجيب لك صناعيه. الصناعه هياخد 100 جنيه بدخانه باكله صايم كمان. طب تمام ده 100 والله. يبقى يا عم سنه اللي طلعوا شغل حلو ماشي يا راجل. دي شغلة ابائهم واجدادهم. طب خلاص اعتمد على الله. بس لو عملوا شغل غلط هم اللي هيتحملوا الشغل. لا ما تقلقش. خلاص ده من عندك خلاص. وانا كده هنجيب ناسي برضه. ماشي. وهاتوا خشبكم عن ناسنا. ونجيلوا خشبكم بدل ما انتوا قاعدين جنب الفرن والطبليه كده زي الولايه.
نقولوا خشباتكم النهارده ساعتين زمن هنجيب الحاج بسيوني ونروح عند البيت انت عارف البيت ولا تريد عارف العزبه كلها. طب خلاص عامة برن عليا برضه نجيب الحاج مفيش بسيوني مشاكل، اتكل على الله. شوف خشبك وجهز عمالتك وظبط حالك، وانا بالنسبه لي الانفار اللي عندي هنجيبهم بس بتوعك يقبضوا زيهم، انا مش دافع غير 2000 ونص بس. خلاص يا عم اعتمدنا على الله. 2000 ونص 2000 ونص ماشي. وجهز حسبه عشان الدار بتاع المحشي. البركه متر ب 2000 ونص. اتكل على الله يا عم حبيبي. في ايه؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يابا انا جهزت نفسي، انت ما انا عارف سويت شاكوشي مسامير وكل حاجه جاهز. هو انت قاعد لحد نكتب قطمه ندق مسمار. خلينا في المفيد يا حاج هارون دلوقتي. ما تجيب نفطر يا عماش. انت دلوقتي مودينا لمين ولا ايه نظامك ولا عملت فينا ايه ولا انا مرقيكم يا اغبياء، بدل ما انتوا شغالين في الزرايب طول عمركم واخدكم هتشتغلوا في الصبه سجارة مسلحة. هنعملوا ايه في الصبح يا هارون؟ هتشتغل مع صناعية الصبة، هتبقى صنايع صبة قد الدين. المهم الشغل سهل، امره سهل. بس اهم حاجة المالي. اهم حاجة هتتكيشوا، بس اهم حاجة تثبتوا كفاءتكم هناك وتعملوا كأنكم شغالين. عيب عليك يا حاج هارون، عيب عليك يا حاج هارون. قصرنا بيك. وان شاء الله كل واحد فيكم هياخد 75 جنيه بحاجة. صرتين. وانا من ضمنهم ولا هتضحك علي؟ انت عشان لسه صغير. ماشي يا حاج هارون. خلاص خلاص يا حاج هارون. طب يلا بينا عشان الراجل هناك وبرن عليه بقول لي انا جبت الخشب. يلا لو قابلني. خلص يا ولد خلص. الحاج هارون بيقول لي هو والناس بحالهم عند البيت وانا وانت قاعدين مشمخرين هنا. يا مسهل حتى رب يلا بيني. يلا يلا خلاص بقى يا معلمين انا جبت لكم الصناعيه اللي بجد. يا حاج هارون. الصناعيه بتاعتي. اهو المعلم عماشي. انت شايفه مش مكفكاني. بالله ما شاء الله معلم عماشي. ما بتكلمش حد حاجه. سيب يد المعلم بتاعك يا ولد. زواج يا لا. عايز نعرف حاجه واحده يا حاج هارون. المعلم اللي مال المخله بتاعته السندوتشات دي هيحط المسامير فين؟ الطاقية. ما عليك انت بقى هو هيشتغل. لازم المعلم من دول يجوا كامل متكامل. والله مشك حراك قوي يا عماشة. مين اللي عمال يفرك في عيونه دي؟ ده المعلم عبعاد. قول لا ما اشتغل. شغال بص في النجار والحداد والخرسان. ايوه. ولو عايز يقلب الخرسانه في بوقه ويتفاها فوق الصبع هيعمل. امال ايه؟ ولا ايه؟ لان دول صنايعيه. ميتك يا حاج هارون، هي دي شكل صناعيه انت تجيبني؟ احنا صنايعيه. اصل صنلطيه واحنا صناعيه. اصل صنلطيه. احنا صناعيه. اصل صنلطيه. احنا صناعيه. اصل صنلطيه. عايزك ولا مش عايزك؟ انتوا جايين فرح. صناعيه. يلا خش على الدار طلبات يلا. ايوه يا عماش انا عاوزك تركب الحماره وتقعد تجري تروح تجيب الطعميه والفول بس تجيبهم سخنين وانت تروح تجيب الصينيه وبتاع انا على 10 دقائق. انا عليا اروح نجيب الحصيره وليش. ماشي يلا بينا. ماشي. استنى انتوا رايحين فين؟ راح اجيب لكم الطلبات اللي انت عايزه كله. انتوا جايين بتغدوا هنا طلبات خشب اهي. دخلت خشب من ده جوا. طعميه فول ولا ايه؟ ما انت ما وضحتش. يا باشا الشغل ده هينفع. خش يلا. خش الشاكوش على راسنا زي انت خش يا باشا. جاي سندوتش معاه وهياكل معانا ولا ايه؟ طلبات يا ابني خد ديله 10 طلبات من ناحيه. يا معلومه اطلع يلا شوف الشغل ونشوف صناعيه الحاج هارون. يلا خد الله. طلبات اهي اللي تجيبه معاك دي. هي دي الطلبات. طلبات ايه دي يا عم؟ يا ابني احنا عايزين ربنا يسترها وتمشي حاجه بالظبط كده. السلام عليكم يا رجالي. رجاله انت هتشتغل اهو. هنشتغل. انا عايزكم تظبطوا احلى شغل. بدرها لك رجاله ايه. تسلم يا حاج عشان هارون. ننجدوك برضه سريع. اهم حاجه الشغل وانا اي فلوس تحت امرك. طب احنا طالعين. طب احنا طالعين وشغالين. شغالوا الرجاله اللي انت جايبها النفر ب 100 جنيه ديت عاوز نشوفها بقى. السلام عليكم. شوف انت يا رجال. يا ابني زملاتك ماشي. يابا عايز ايه؟ عاوز نقعد معاهم عشان نتفرج عليك. انا ادوس على مسمار ولا حاجه؟ لا انا عاوز نتفرج على الصنعه دي. اتفرج يا اخويا وبتعال. وانت كلب عون معيز وانا هتفرج عليك. روح. انت معلم. ايوه الشغل دي يا رجال. هات حلو يا باشا. الشغل دي مش نافع.
نبع عليه. اعملوا لهم ايه الرجاله اللي قالوا شغلونا دول؟ لا يا عم ودي شغل دي، انا عند في الحاج هارون عبود عنده صناعيه 100 انا ما عادش جيبكم. خد يا عم. ايه الشغل دي؟ ليه الخط طفش يا ابني؟ ليه يا معلم؟ كويس اشتغلوا يا عم. انا قصرت بحاجه مش كويس اهو. نادى عليهم خليهم خلاص يا عم ماشي هنجيبه. تعالى يا رجال، ده لو شغال الناس دي خليهم يشغلونا يا معلم. كمان شغلوه هم طلباتهم اهو. قدم ايه الفرد دي يا حاج هارون؟ هم عايزين ايه بس؟ عايزين ايه؟ 4 لواح جوا. 4 لواح يا انتوا ده مش لاح يا خسول. لاح هناك. تدينا تمسك يا فاهم يا لص. لا ده انا معلم كبير. على مين؟ هطرش يا معلم. ايه اللي واحد؟ خد الله. ايه دي يا معلم؟ ايه دي يا معلم؟ لا انت عاوز ايه؟ وسع كده وسع بعد ما تتعور. خد له. وسع تتعور هطرش يا معلم. يا حبيبي باشا. خد هطرش. استاذ شيخ هطرش. عارف ايه رايك يا معلم؟ نفسه. جماعه وعماك دول صناعيه. دي طفشه. اه عمك دول دي في وشه. انا عايزهم اللي مش فاهمين حاجه حضروه. الصناعيه فاهمي يا معلم محمود. الصناعيه دي تسيبها فاهمه دي. يا معلم محمود، هو انت عايز تخلص النهارده؟ هو شريكي دي ما شرش عليا بالشغلانه ديت الا في سنه يعني بقى ربني. بقول لك الحاج بسيوني دي راجل مجرش. خد بالك ممكن لو عدى عليكم العيد هنا يجي يدي كل واحد عيديه. واحنا هنقعدوا من النهارده للعيد لسه. صلى على النبي يا حاج هارون بذمتك خدنا خد يا ابني. يعني لو جه الحاج بسيوني شاف الصناعه اللي انت جايبها عمال يحشر دي. لا هو خلص يقول جرب ايه؟ يخلص جرب. هخلص واشتغل يا حاج بزاز. ومزعلين الناس منكم يا احنا جماعه. ما زعلناش حد. هم اللي هم اللي بتعمل حاجه. يا حاج بزاز يحتاجوا عليهم. شغلك ده والله. يلا. عندنا بس مش العمل يا جماعه. الحاج بسيوني دي معاه فلوس ياما، بس هو اللي اليومين دولت فيه مشاكل عنده في البنوك. ان شاء الله في الدور الثاني انتوا يا جماعه تخلعوا من هنا، عيبني ويجي رافع فوق على طول. احنا والله لو المتر ب 5000 ما هو متكلف. وحد الله. لا احنا دلوقتي الشغل اشتغلنا تحت المتر يساوي 4000 جنيه، انتوا هتقولنا ب 2000 ونص. المتر فوق المفروض يزيد ماشي. يا عم عايزين بقول لك ايه اسمع يا حاج هارون. الشراكه دي جايب لي الشغلانه دي هتخسرني الشغلانه دي. غلبوا اخوكم يا جماعه. محمود اسمع بقى. انا فهمت دماغ الحاج هارون وفهمت الحوار هيمشي ازاي. احنا نخفف في الميوان، يعني بدل ما الصبة تاخد 6 طين نعملوها ب2 طين. ده ضمير وعمري ما مخالف ضميري ابدا. اصله هيبني عليها هيصوم. ولو برضه يا عم زحلق له جلوان. خلاص يا حاج بزار. وماله يا معلم محمود اعمل الصح. يا عم صح ايه يا عم. لو كده خد الفرق واتكل على الله. خدهم يا عم اتكل على يا الله. عم غص بره انا هنعمل بيه المعلمين اللي انت جايبهم احنا مش عايزين لا يا عم لا والله ما سيبه براحته. بقول لك ايه على الطاوله نعملها له بطين واحد. يابا 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 الحاج يابا. ايه قاعد في ايه؟ الحاج يابا. مش الحاج هارون متفق معانا المتر ب 3000. بتاخد ب3 ونص. ال3 ونص راح متفق مع المعلم محمود ب2000 ونص. امال قال لي ده ب3 وكل هتنسقوا ايه الشغل على قد هنقعدوا في الشقه من هنا للعيد. يا نهار اسود. الحاج هارون يطلع منه كده. ايوه هياكلوا ويشربوا على حسابنا وتنسقوا لك الشغل. سكر ايه؟ تعالي يلا بينا احنا مروحين. احنا يا محمود. احنا ماشيين يا حاج بسيوني. ماشيين ماشيين يا عم. الشغل دي ما ينفعش. انت هتخربوا وقتي. يا رب اتفق مع الحاج هارون فين؟ الحاج هارون يا عم الحاج عطينا الشغل بيقول لي الشغل مشي حالك في الشغل، والشغل دي ما فيهوش مشي حالك. مشي حالك مشي حالك ازاي؟ يعني انا دافع 3000 ونص في البيت هتقول لي شغل مشي حالك؟ لا ده عطيني المتر ب 2000 ونص. ازاي؟ ايه؟ 2000 ونص. ب 2000 ونص؟ قالك 3000. 3 بالله العظيم 3000 ونص. لا يبقى الحاج هارون كده حرامي. حرامي؟ ده قال لي العماله غالي. يغش في المون ويغش في الحديد وفي الاسمنت وفي الفلوس كمان. قال لي الصناعيه غاليه وعلي عليها الاسئله. لا ده بيضحك عليك. ده انا كنت متفق ومعايا شريكي وشريكي بيضحك علي. طب هو جاب الصناعي بكام ما تعرفش؟ هو جايب الصنايعي بيقول لي الصنايعي ب 100 جنيه. 100 جنيه؟ جاب مش عارف ب يشغل. 100 جنيه. 100 جنيه؟ ايه ضحك عليا يقول الصنايعي ب 70 جنيه. 70 جنيه. الحاج عبد العال.
يا عبد العال ده ما كنتش حجر قلت جاي جايب لي 100 جنيه هو جايبني اخلف 100 جنيه على الطلاق يا حاج مسؤول مني سؤال 3 نفر مننا ب 75 جنيه اقول لكم ايه شكله ضحك علينا كلنا احنا نروح نعلموه ده يتقي الله فيه تعال على كل راسه يلا بينا هو فين يا حسران ايه دي رايح فين يا حسران انت غضبت علينا كلنا حسران تكذب على العالم كذاب فتان انتوا عملتوا عليا انقلاب غبي والله صعب عليك انت لا تحضر يا استنى بس انا ضحكت على مين يا حاج؟ ضحكت عليه قلت له ب 3000 ونص وهو ب 2000 ونص ضحكت عليا قلت لها ب 170 جنيه وهي ب 100 جنيه يا دي اسكت انا بنحوش لكم يا غبي عاوشينا فين انت اضربوا يا رجال احنا مسيوني شو لو شفتوا هتحبوه وقناتنا على اليوتيوب روحوا يلا وتابعوه احنا مسيوني شو